Breaking News. أكيد سمعت الفترة الأخيرة إنك تتعلم برمجة وتقبض بالدولار، وقد إيه هم مطلوبين جوه وبره مصر، وإن الطلب عليهم بيزيد يوم عن التاني، وإن العالم كله بيتجه نحو التكنولوجيا. طبعا سمعت الكلام ده كله، وعشان هندسة بتكون عايزاك تكون ملم بكل حاجة، فأنت بتدرس كمبيوتر ساينس في إعداد هندسة، ودي موضوع حلقتنا النهاردة. السلام عليكم. أول ما دخلت هندسة في أول سيكشن كالك، المعيد سأل الطلبة عايزين يدخلوا قسم إيه، واقدر اقول لك ان حوالي 85% من السكشن قال عايز يدخل قسم حاسبات. ممكن البعض فعلا عشان بيحب البرمجه ونفسه في القسم، بس الاغلب عشان هي الترند دلوقتي وان هو يعمل دولارات وكده. ولمعلوماتك ده اعلى قسم في هندسه. السنه اللي فاتت كان اخد من GPA 3.83، والسنه دي اخد من GPA 3.65. ومادة الكمبيوتر ساينس اللي انت بتدرسها بتكون بيز ليك في اي تراك انت ناوي تدخله. هنعرف النهارده انت بتدرس ايه، توزيعة الدرجات بتكون ازاي، بتعمل ايه في السكشن، وهل الماده فيها بروجكتس ولا لا. بتدرس السي اس في نفس الترم اللي بتدرس فيه الرسم، فانت بتدرسه لو انت كنت جروب ايه بتدرسه في الترم الاول، ولو انت كنت جروب بي فانت بتدرسه في الترم الثاني. ولو لسه ما شفتش فيديو الرسم فانا هسيبه لك تحت في الديسكربشن. بتدرس ايه بقى في السي اس؟ بتدرس في اول الترم 4 أو 5 محاضرات كلام هاردوير، كلام الى حد ما حفظ ومش بيكون ممتع قوي. بعدين بتدرس محاضرتين الفلوت شارت، بيعلمك ازاي تفكر برمجيا عباره عن شويه اشكال واسهم. بعدها بقى بيجي العون وهو السي بلس بلس، تدرسه من بعد الفلوت شارت لحد اخر الترم، بتبدا فيها من الزيرو، بتدرس فيها كل الاساسيات اللي انت هتحتاجها فيما بعد. طب تذاكرها ازاي؟ بص، في الاول الجزء النظري حاول انت تحضر المحاضره، عشان بيكون كلام نظري فانت لازم على قد ما تقدر تحاول تفهمه. انما في الجزء بتاع سي بلس بلس لا، اسمعه من اليوتيوب، عشان المبرمجين بيعلموك ازاي اصلا تفكر ودي جايبينها ليه، وبيطبقوا لك عليها عملي، مش بيفيدوك عشان الامتحان بس. وده بيكون احسن ليك فيما بعد. بس بعد ما تخلص سماع الفيديوهات لازم ترجع تشوف السلايدز عشان تشوف لو كان في حاجه زياده او حاجه معينه الدكتور بيشرحها او بيركز عليها. وعايز اقول لك ان الكورس بتاع اسامه الزيرو هو تقريبا منهجنا بالظبط، هو ملم بكل حاجه احنا عملناها. ممكن محاضره تكون ساعتين هو شرحها في 4 أو 5 فيديوهات، الفيديو ما بيتجاوزش ال5 دقايق، وبيطبق لك عليها عملي. واهم حاجه في الماده ديت ان انت تطبق عليها، عشان لما بتطبق عليها مثال او 2 بيفضل محفور في دماغك، وبتعمل غلطات فبتفضل فاكر الغلطات. وطبعا عندك المعيد في السكشن يساله براحتك، وهم بيكونوا مبسوطين بالاسئله عشان انت بتجاوب وبتفكر معاهم. توزيع درجات البرمجه بتكون زي الكيمياء، بتاخد فيها 3 كويزات بياخدوا فيها اعلى 2، فانت عندك 20 درجه كويزات و10 درجات حضور و10 درجات امتحان معمل. بيجيب لك كود فيه 3 اخطاء انت المفروض ان انت تطلعهم وتكتبهم على الكمبيوتر والكود يرن، كانوا في حوالي ربع او تلت ساعه. وعندك 20 درجه ميد و40 درجه فاينل. فانت لو حضرت السكاشن واهتميت سيكا بس في الماده تجيب فيها امتياز مستريح، بس لازم تكون فاهم، عشان الفاينل بتاعنا كان حوالي 50 سؤال. قول مثلا كان فيهم 30 سؤال اكواد، كان في 15 سؤال منهم بدون مبالغه كان اجابته يا نو اوت بوت يا سينتاكس ايرور، عشان انت لو حافظ او مش فاهم قوي وخدتش بالك مثلا الكوما من سيمي كولون فانت وقعت في الفخ. فهو الامتحان مش بيكون صعب، بس بيكون كله الغاز. في النهايه يا صديقي لازم تعرف ان انت لازم تهتم بالبرمجه، عشان هي بقت داخله في كل المجالات، حتى لو انت ناوي على قسم ملوش علاقه بيها، عشان هي بتوفر عليك وقت وجهد كبير جدا. دلوقتي كده تقريبا عملت لك سلسله كامله بنتكلم فيها عن كل المواد الا ماده واحده او هما مادتين، وهي مواد جن. مواد جن ديت مواد ملهاش ماده، ملهاش سيكشن، كل فيها ان هي محاضره وبتعمل للماده بروجكت. بتدرس في الترم الاول ماده اسمها كريتيكال ثينكينج، وبتدرس في الترم الثاني سوشيال ايشوز. الماده زي ما قلت لك هي ملهاش ماده، هو بيدوك شويه كلام نظري وبيكون عليه امتحان الفاينل، بس اغلب درجات الماده ديت بتكون يا اما من البروجكتس يا اما بتكون برده شويه درجات على الحضور. طبعا ملهاش تقسيمه ثابته، عشان كان في تقسيمه في سنتنا غير السنه اللي قبلنا، ما اقدرش اقول لك التقسيمه السنه الجايه بتكون ازاي. هما بيكونوا مادتين كل ماده بساعتين، فعايزك في الماده ديت تتبسط، يعني تعمل تيم، تتعلم شويه حاجات مثلا زي الباوربوينت، وما تركزش قوي في درجات الماده ديت عشان انت مش هتقدر ان انت تحكمها، يعني مش هتذاكر لها اكتر فتجيب درجات. هي الدرجات بتبقى مبنيه على البروجكت، فدي حاجه الدكاتره هي اللي بتقيمها مش بمزاجك انت. والفاينل طبعا انت ممكن تركز وتذاكر له كويس جدا وتقفله عادي. فكده يا صديقي انا عملت لك سلسله كامله كلمتك فيها عن كل المواد. لو في اي ماده او اي سؤال انت عايز تساله لي اكتبه لي في كومنت، واتمنى ان انا قدرت افيدك ولو بالقليل. سلام.